إن كان جدك محمدا نبي الله ورسالته رسالة الحق، فلما لا يستجيب لكم ربكم فينقذكم من القتل والأسر والسبي وأنتم بضعة من نبيه كما تقولون؟ أما كان عيسى ابن مريم رسول الله آتاه الكتاب وجعله مباركا، فلم تقولون إنه صلب؟ ولم قتل بطرس ويوحنا وآخرون وهم من أهل ملته المخلصين على يد أهل البغي؟ وإن كان للمسلم على المسلم مظلمة فما يؤخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع للمظلوم. وإن لم يكن للظالم حسنات؟ يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سمعناك تتكلم وتدعو زاهدا، فما هو الزهد؟ أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا. ألا وإن الزهد في كتاب الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وما هي أفضل الأعمال عندكم؟ هي أفضل الأعمال عند الله سبحانه. فما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا، وإن لذلك شعبا كثيرة، وإن للمعاصي شعبا، فأول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحسد، وهو معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو وحب الثروة، فصرنا 7 خصال اجتمعن كلهن في حب الدنيا، حتى قال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هل صدقت ما قال علي بن الحسين أن الله يبتلينا ليميز الصادق من الكاذب؟ رأيناك تتكلم معه، ماذا قال لك؟ ماذا يقول رجل صبت عليه الابتلاءات صبا؟ قتلوا أباه وأحبته، ثم وضعوا رؤوسهم في صناديق يراها كيفما التفت، ثم يحمد ربه. فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث، وإياك